ازيكم؟ انا مازن، حبيت اقدم كونتنت. فكرة الكونتنت هتكون عبارة عن الفيديو ده بيكون على شكل فلوج، والفلوج ده بيكون جواه زي جزء كده صغير بيكون ديسكشن لكوت معينة او حديث معين او سكيل معينة ممكن تفيدنا في حياتنا العملية. فعامة الكونتنت ده مش هيفيدنا بس في حياتنا العملية، ده ممكن كمان في بعض الكوتس او في بعض الاحاديث كمان هيفيدنا في علاقتنا مع ربنا. فبالتالي هو بس مش هيقدمنا في الدنيا، هو ان شاء الله هيقدمنا في الاخرة لو مشينا معاه. وان شاء الله يكون مسدد في حاجة زي دي. عامة هي اصلا فكرة مش منتشرة جامد، او هي موجودة في السوشيال ميديا. في ناس عملت الفكرة دي قبل كده، ان هي بتحاول تدي سكيلز للناس، او تشرح كود معينة، او تتناقش في موضوع معين بحيث ان هي تفيد الناس اللي حواليها. دي حاجة موجودة عادي بس مش موجودة كتير. فانا حبيت ان انا اقدم حاجة زي دي. بشوف ان انا اصلا عشان اطلع اقول لك حاجة زي دي، او عشان اطلع ديسكاس معاك حاجة زي دي، انا اصلا لازم اكون كواليفايد في الحاجة دي، او لازم اكون عارف عنها او درست عنها. فبالتالي انا هستفيد الاول، وبعد كده اقدر افيد اللي حواليا. فكده كده انا في الاخر مستفاد. فده طبعا هيكون اول حاجة بالنسبة لي. تاني حاجة اللي حواليا يستفادوا، او الناس اللي هتشوف الكونتنت هتستفاد، ودي برضو حاجة مهمة بالنسبة لي. بس اتمنى تكون الفكرة وضحت يعني، ومع الفيديوز برضو هتبدأ توضح اكتر واكتر. وان شاء الله يكون مسدد وموفق، وخطوة جديدة ان شاء الله. وبمناسبة ان هي خطوة جديدة وبداية جديدة، فهو اصلا التايتل بتاع الفيديو هيكون عن حاجة قابلتني وانا ببدأ، وبتقابلنا كلنا لما احنا نيجي نبدأ حاجة جديدة، او لما نيجي نبدأ نحاول ندخل عادة جديدة في يومنا، وبناخد وقت عبال ما نبدأ، او في حاجات كتير كنا عايزين نعملها وما بدأناهاش. في حاجات كتير بنقول ان احنا هنعملها في الوقت الفلاني، ولما يكون معانا الامكانيات الفلانية وبرضه ما بنعملهاش. فالتايتل ده بيناقش احنا ليه ممكن ما نكونش بنعمل كده، وايه الحل ان احنا نعمل كده، وان شاء الله نحل المشكلة دي. وبس. تاني حاجة بقى، خلاص ايه، بعدنا عن الانترو، تعالى بقى نخش في اليوم بتاعنا. احنا دلوقتي خلاص في ليالي امتحان اند اوف مديول الاي اتش اي ده اميونيتي وبلاد. فحاجة قمة السوق بصراحة، قمة السوق، مفيش أسوأ من كده. ورانا محاضرات كتير، محاضرات طويلة، محاضرات فيها حفظ كتير. فالنهاردة برضو حبيت ان هو يكون ايه، فايرال شوية في المذاكرة. لان اصلا الامتحان انا مش عندي الاسبوع الجاي. احنا النهارده دلوقتي تقريبا النهارده الخميس تقريبا يوم 1/1. فالاسبوع الجاي ده انا ما عنديش فيه امتحان. الاسبوع اللي بعده هو اللي عندي الامتحان ده، هيكون اخر امتحان. انا خلاص امتحنت اول مديول، وده هيكون تاني مديول، او ده هيكون رابع مديول في الترم يعني. ف اذاكر قد ايه؟ هذاكر 9 محاضرات ازاي معرفش، بس ايه، ادينا بنحاول يعني. محتاجين النهارده يوم يكون موفق ان شاء الله، ويكون مترتب جامد يعني، بحيث ان الواحد يعرف يخلص الكم ده من المذاكره. هو اصلا النهارده اليوم بادي مش الطف حاجه خالص. انا صاحي متاخر، يا دوبك رحت صليت الظهر وجيت جبت القهوه وكده. في العادي انا اصلا ببدا اليوم من الفجر يعني، او بحب ابداه كده يعني. فبس ان شاء الله موفقين. كتبنا تاسكاتنا، عرفنا احنا ورانا ايه، عرفنا احنا ورانا محاضرات ايه. نبدا، يلا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم 9 محاضرات كل ده في محاضرة واحدة. العصر هيأذن أو محاضرة واحدة من 9. ما عنديش مشكلة ان انا اخلص اليوم الفجر، بس المهم ان انا اخلص الكمية دي. نصلي الاول وبعدين نشوف الدنيا هتقول ايه. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. عدنا من جديد، لكن المرة دي بقى عدنا ايه يعني. السنة دلوقتي وصلت كام؟ 8:45 تقريبا بعد العشاء. خلاص صلينا الحمد لله خلاص وكل حاجة. بس ما ذاكرناش كتير الفترة اللي فاتت، فان شاء الله ناويين نعوض.
فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قلنا نروح نذاكره في ورك سبيس. زهقت من المذاكرة في البيت وبتاع، بقى لي 4 محاضرات. الساعة 12 عايز اخلصهم، بس كده خلصت 5 اتبقى 4 بإذن الله نخلصهم النهاردة شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. حاجة بسيطة سريعة بس كده. وانا بمنتج الفيديو لاحظت ان انا ما وضحتش ان مذاكرة العدد ده من المحاضرات في يوم واحد هي مش حاجة صح، او مش حاجة اصلا الطف حاجة ان انت تكون بتذاكر 9 محاضرات جداد في يوم واحد. دي مش حاجة لطيفة. المذاكرة كم معتدل وكيف كويس، بحيث ان انت الكواليتي بتاعت المذاكرة بتاعتك ما تكونش ضعيفة. وان انا بس عملت كده لان انا كنت لسه مخلص امتحان، فكنت حاسس ان انا مش قادر وعايز ارجع للمحاضرة باي حاجة فايرال كده، فذاكرت الكم ده وتحديت نفسي فيه يعني. بس حبيت اوضح النقطة دي وبس. طالما وصلنا للكادر ده يبقى وصلنا ان احنا هنناقش مشكلة او هنناقش حاجة معينة بتقابلنا، او هنتكلم عن كود، او هنتكلم عن حديث، او هنتكلم عن سكيل معينة، او حاجة شبه كده. مش لازم تكون احسن حد في الدنيا في بداية اي حاجة انت بتعملها. مش لازم تكون عندك كل الاكسبيرينس اللي في الدنيا عشان تعمل حاجة. انت اصلا مش هتكتسب الاكسبيرينس بتاعت مجال معين او بتاعت فعل معين غير لما تخش وتتعرض لمشاكل جواه وتبدأ ان انت تبقى شخص ادفانسد وتتعلم وي وي وي. عمر الحاجات دي ما هتيجي قبل ما تبدأ. لازم تبدأ وتاخد وقت وتغلط وتتعلم من غلطك وتغلط تاني. لان احنا بشر، فطبيعي بنغلط، وطبيعي احنا مش مثاليين. اكتر حد الصراحة بوجه له الكلام ده هو انا، لان انا كنت بحاول ابدأ كونتنت من زمان. والله اعلم هو الفيديو ده انا هنزله ولا لا. كل مرة كنت بحاول ابدأ فيها كنت بقعد استنى عشان اجيب المايك الفلاني واجيب الاضاءة الفلانية واحاول ان انا اعمل كذا واجيب كذا واجيب كذا واجيب كذا، لحد ما لقيت ان انا اصلا عندي وعي او عندي معلومة بتقولي ان انت فعلا 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 مش لازم عشان تبدأ تكون عندك كل حاجة او عندك كل الامكانيات. انت بس ابدأ ومع الوقت كل حاجة هتيجي. فازاي انت عندك الثقافة دي او عندك علم في الحتة دي او عندك معلومة في الموضوع ده وانت اصلا ما بتطبقهاش على نفسك؟ فحبيت ان انا اطبقها على نفسي وابدأ. ايا كانت البداية عاملة ازاي. ياما كتير قوي فكرنا نبدأ في حاجات جديدة وما بدأناش بسبب ان احنا عايزين نعمل كذا وكذا وكذا وكذا. ابسط مثال، كلنا كنا بنحاول نتعلم انجليش، كلنا كنا بنحاول نبدأ كورس الانجليش الفلاني، ما بدأناش. عايزين احسن كورس، عايزين الكورس الفلاني، فمستنيين يحصل عليه سيل في الوقت الفلاني عشان نبدأ
او مستنيين صاحبنا الفلاني يخش معانا ويبقى متاح له ان هو يخش عشان يبدأ معايا فيحمسني فانا حمسه فنبدأ الكتاب الفلاني اللي احنا قلنا هنقراه وما قريناهوش، الجولز اللي كنا حاطينها في بداية 2025 واصلا نسيناها، قلت هنزل الجيم بس لازم اجيب السبلمنتس المعينة قبل ما انزل، لازم يكون عندي كرياتين وجلوتامين وبروتين، انا ما ينفعش انزل غير من الحاجات دي، اصل الريكفري بتاعي، اصل معلش اصل انا مش هبدأ كونتنت غير لما يكون معايا الكاميرا الفلانية والستاند الفلاني والمايك الفلاني، انا مش هجيب الكتاب ده غير لما اجيب النسخة او الطبعة المعينة اللي انا عايزها. وليه كل ده؟ ما تبدأ يا معلم، ابدأ اي حاجة، ابدأ اعمل اي حاجة، ابدأ في الحاجة اللي انت عايزها حتى لو بأقل الامكانيات، ابدأ في الحاجة اللي انت عايزها حتى لو انت ما تعرفش عنها غير معلومتين 3، ابدأ وهتعرف عنها معلومات وهتبقى ادفانسد فيها وتتعرض لاكسبيرينس كتير فيها وي 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 وهكذا، وهلم جرم بقى. خلاص انا خدت الديسيجن ان انا هبدأ وما قعدتش افكر كتير وقمت بدأت. ده يودينا لنقطة تانية وهو حماس البدايات المفرط. يعني ايه حماس البدايات المفرط؟ اظن كلنا عدينا بالموضوع ده، كام حاجة بدأناها وقمنا شادين حيلنا على الاخر وبعدين السهم بتاعنا نزل مش للصفر، نزل لتحت الصفر. فلا، انت مش لازم تبدأ بمجهود خرافي جبار يخليك بعد كده مش قادر. حتى كمان في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فده يقول لنا إن إحنا مش لازم في البداية نبذل مجهود جبار ونبذل مجهود مش طبيعي ونعمل حاجات كتير قوي. لا، انت ممكن تقسم مجهودك وتقسم الجهد اللي انت هتبذله على اللونج تيرم، فده هيعود عليك باستفادة اكتر من ان انت تبذل مجهود جبار على الشورت تيرم. وموفقين ان شاء الله اصدقائي. بس متنسوش تصلوا على النبي. السلام عليكم.